عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ياسمينة. تنتمنى الكل يكون بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم غنقدم لكم طريقتي باش تنصايب الدنجال او الزعلوك كي تنقولوا له بالدارجه المغربيه، اللي تيجي لذيذ بزاف، خاصه ان هاد العناصر تنديروهم بالفران تيتشواو. كنحتاجوا الدنجال اللي مغسول مزيان، بطبيعه الحال غسلناه ونشفناه، جوج فلفلات، مطيشه جوج او على حسب الاختيار ديالكم، جوج دروسه ديال الثومه. تندير هاد الاشياء في هاد الخضر في الفران تيتشواو، ممكن نشويهم في البوطه بحال لكن من الافضل الفران يتشواو ونرجعوا نكملوا الطريقه. ها هو بعد ما تشوا هو الفلفله حتى الثومه درتها في الفران باش تاخذ ليا داك النكهه ديال الشوا حتى هي تتجي زوينه، كلشي يكون مشوي. الفلفله ومطشه ما تيستغرقوش اكثر من 10 ديال الدقائق، اما الدنجال في الفران تقريبا حتى نص ساعه هو تيتشوى، في البوطه ما تياخذش الوقت. دابا غادي نقطع هاد الخضر وندير لهم هاد البهارات اللي ما ذكرتش في الاول. عندي الخرقوم، الملحه، التحميره، السكنجبير، الكمون، البزار. تندير تقريبا كاع البهارات اللي تنستعملوا في المطبخ. في الاكلات العاديه ديالنا ما تنستعملش الهريسه، تتبقى اختياريه الا بغيتوها. غادي ندير المصير، تنصايبو حتى هذا في المنزل. هذا تقريبا راه مصير، تنقولوا حنا معسل، مصير معسل. وزيت الزيتون. صافي كيف تشوفوا بسهوله تتحيد الجلده ديال الفلفله الا تشوات في الفرن، حسن من البوطه. صافي غادي نستمر وغادي نقطع الخضر ونتلاقاو. تتحيد القشره بسهوله. بعد ما قطعتها الباذنجان او الدنجال، الفلفله مقطعه، القزبر والمعدنوس ما ذكرتوش في المقادير، ها هو درتو. البهارات اللي ذكرت سابقا، المصير، ودرت زيت الزيتون، وقطعت المطيشه اللي تشوات تتكون على شكل صوص. بمجرد ما تنبداو نقطعوها تتكون هرات، تتكون بحال شكل صوص. دابا غادي ندير الكل على النار، على نار مهيله بزاف، وغنخليه بلا ما نضيف لا ما لا والو حتى يطيب ونتلاقاو. صافي ها هو الدنجال ديالنا بعد ما وجد، تيجي رائع ولذيذ، وتتجي فيه ريحه الشواد فاش يتشوى الخضار في الفرن. تيجي لذيذ بزاف ومغاير، المذاق ديالو مغاير. كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله.